اخويا المانجر عمود جردان الشركه يعني بعت ميل استقبل مسج، يعني التكست بيقول ايه؟ يعني الحق عايزين نحقق التارجت، الله يكون في عونك. ازيك يا بتتعب معانا. مؤمن؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ حبيبه مملكه فخامه حبيبي وعقل ورجالي. الماظ ايه؟ حبيبي ورجالي. يا عم ما علينا. بيقول لك مره فرخه دخلت على كمين اتقبض عليها عشان معاش اوراق. يا عم اتقي الله اتقي الله، حياتنا مش لعبه. هي وحشه ولا ايه؟ لا ده احنا هنموت من الضحك. ماشي ماشي السلفه. طب معلش ممكن اخر نكته عشان ينجز جوايا بجد. يلا. بيقول لك مره سمكه قابلت سمكه، قالت لها عارفاني؟ قالت لها لا مش عارفاكي. قالت لها لا ده تشابه اسماك. ولما اقع منك دلوقتي لا دي موت. موت بالابد. ارجوك اقبل استقالتي. مش هينفع يا مؤمن، انت من اكفأ الموظفين عندي. لا لا دي هيوقات. السلفه الشوفان. ما هو بصراحه ال 2000 جنيه دول كتير قوي يا مؤمن. انت مسافر ولا ايه؟ مسافر. تتجوز يعني؟ اتجوز ب 2000 جنيه. شهر عسل ب 2000 جنيه. انا رحت شهر عسل ب 2000 جنيه. انت متجوز بالك قد ايه؟ من 87 سنه؟ اه. انت اقدم من الجبنه الرومي. انا اقدم من الجبنه النستون. يا عم ماشي. بيقول لك مره واحد عبيط فتح الثلاجه لقى الجيلي بيترعش، قال له ما تخافش اخد عصير. اهو بص الراجل بيضحك هناك. لا دي موت دي. دي موت الموت، خلي بالك. ايه تاني؟ طيب انا ممكن اديك ال 2000 جنيه بس انا عايز اعرف حاجه بس. دلوقتي الواد مصطفى. مصطفى ايوه عارفه بتاع البوفيه. بيسرق في القهوه والشاي والكلام ده، فانا عايز احط حد للموضوع ده او اتنين. بس انت وانا ما هي وانا ماشي لك الدنيا. انت ازاي كده؟ المهم عملت ايه في التاسك بتاع امبارح؟ بعته زي ما انت قلت بس اترفض مش عارف ليه بصراحه. ليه اترفض ليه؟ كنت كاتب افهاتك الحلوه في النص. طب ليه كده يعني؟ يعني هو اترفض يعني؟ اترفض يعني ما ماتوا من الضحك. عايز اقول لك على حاجه. هتجيب السلفه ولا مش هتجيبها؟ هديها لك بقى في نهايه الاسبوع. نهايه الاسبوع. طب بقول لك ايه، انا اول مره اشوف واحد في حياتي شعر ايده ما بيحبوش. ايه بس؟ ولا مانجر ولا نيله ولا اداره ولا ليك عازف في الدنيا. انت مش خايف على شغلك يا مؤمن؟ انا مش خايف على حياتي. طب اسمعك اخر نكته. لا ما تسمعنيش عشان خاطري. بدل ما اقوم الطش لك. سمعني اخر نكته واتغاضى عن كل اللي انت قلته. هتدفع ال 2000 جنيه؟ هدفع لك يا سيدي ال 2000 جنيه. قول بسرعه. قول وطعميه. انا نفسي اعرف انت ازاي لحد دلوقتي مش على الشاشه الكبيره. لا عندنا الشاشات بتاعت الشركه ما انت بتشوفها. بتحط صورك عافيه. ايوه وبيبقى الصور عليها نكت من تحت برضه عشان خاطر الموظفين ما تتضايقش يعني. انا هقدم استقالتي عشان كده الشغلانه دي مش هتقدم مصلحه. طب هديك بقيت حسابك بدل ما اديك في وشك.